عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. مبدئيا حابة ارحب بكل الجمهور الجديد اللي دخل في القناة. اهلا وسهلا بيكم، ويا رب اكون عند حسن ظنكم والفيديوهات تعجبكم وتحطوا لي اللايكات والكومنتات عشان القناة تترفع شوية. النهاردة هعمل البشاميل، وبشاميل يعني بشاميل ماما، بشاميل تيتا، بشاميل الناس الكمل كده، الأسرة بتوع زمان، من غير الاختراعات الحديثة ومن غير الحاجات الافتكاسات الجديدة اللي طالعة في السوق. هنرجع بالزمن ورا شويتين تلاتة كده وهنعمل صينية البشاميل الأصلية بتاعت زمان. أتمنى الوصفة النهاردة تعجبكم. أول ما أطلع لك كده على الشاشة اللايك والكومنت علشان الفيديو يترفع بيكم إن شاء الله، وإن شاء الله الفيديو ينول إعجابكم. يلا بينا. يلا بينا بقى نعمل احلى بشاميل في العالم كله. مبدئيا كده انا معايا بصلايه كبيره كده متوسطه حلوه، هنبتدي نفرمها. طبعا بعتذر على الشميز ان انا مش كوياه ملحقتش اكويه يا جماعه، بصراحه الجو كان حر. هنا بقى هنبتدي نفرم البصلايه. انا مشهوره جدا على فكره في العزومات بالمكرونه اللي بالبشاميل بتاعتي، لان كل مره بعملها بطريقه وكل الطرق بتطلع ناجحه جدا معايا. بس الطريقه دي طريقه ماما الله يرحمها، قبل ما يخترعوا بقى الجبن ويخترعوا بقى التفاصيل اللي هي الكتير دي، هي كانت بتعملها كده. فاول حاجه كده هنفرم البصلايه علشان نعمل اللحمه اللي على الصوب. تمام. طبعا انا سلقت المكرونه في شويه ميه وشويه زيت، وادي المكرونه اتسلقت معانا اهي. طبعا الخطوه دي مرضتش اصورها لان كلنا بنعرف نسلق المكرونه. اهم حاجه ان انت تطلعي المكرونه مش مستويه قوي، 3/4 سوا، وتاخدي حوالي كوبايتين 3 من ميه سلق المكرونه على جنب. يعني وانت بتصفيها ما تصفيهاش كلها وترميها في الحوض، تاخدي كده من ميه سلق المكرونه كده كوبايتين 3، تشيليهم على جنب علشان هنحتاجهم في الوصفه. وبرش رشة فلفل اسمر كده علشان بتدي طعم حلو جدا للمكرونة بتاعتنا. تمام. هنيجي بقى في الطاسة نحط معلقتين زيت كده ومكعب زبدة علشان نعمل العصاج بتاعنا. مين بقى اللي حطت اللايك وما كتبتش كومنت وبتستخسر تكتب الكومنت؟ ليه كده؟ عايزه اقول لكم مثلا ببقى فاتحه الفيديو الاقي 15 لايك و2 كومنت. طب ال 15 لايك دول ليه ما عملوش 15 كومنت؟ يعني خساره فيا يا جماعه، خساره فيا. يعني تكتبوا لي كده حاجه تكبر بخاطري، يعني اللي تحط اللايك تثبت وجودها بالكومنت، عشان انا والله ببقى عايزه اتعرف عليكم، عايزه اعرفكم، عايزه اعرف مين المتابعين المستمرين بيتفرجوا عليا. يعني انا حفظت اسماءكم من كتر كومنتاتكم، ففي ناس كتير حافظاهم عندي عشان بيكتبوا لي دايما. فعرفوني بنفسكم كده، وعرفوني كل حد بيتفرج عليا يقول لي يا جاده انا منين، من انو دوله، من مصر ولا من السعوديه ولا من الامارات، عايزه اعرف الجمهور بتاعي منين. تمام. هنا بقى بعد ما حطيت معلقتين الزيت ومكعب الزبده، احنا بننزل بالبصل الاول، بنزل بالبصل المفروم الاول وبخلي كده ريحته تطلع كده ويدبل معايا، وبعد كده بنزل باللحمه المفرومه. في ناس بتعمل العكس، في ناس بتنزل باللحمه الاول وبعد كده البصل. كل شيخ وليه طريقته، هي دي طريقتنا في البيت. تمام. انا بقى غطيت اللحمه وسبتها علشان انا عايزاها يعني تنزل الصوص شويه يعني. تمام. هنيجي بقى نعمل هنا البشاميل بتاعنا. معايا كده كيلو لبن. تمام. وادي ميه سلق المكرونه بتاعتنا، ودي التركايه اللي بتخلي معاكي طعم البشاميل فيه كده طعم جديد ومختلف عن باقي الناس يعني. طبعا انا من الناس اللي بعمل البشاميل ني في ني، لان طبعا انا بابا وكده يعني ملوش ان هو ياكل حاجات تقيله، وانا معدتي تعبانه، فاحنا بنحب نعمل الحاجه تكون طعمها حلو وخفيفه. فانا مش بقدح السمنه على الدقيق، انا بعمله ني في ني. والله بيطلع طعمه زي الفل، وبيطلع كانك بالظبط كده عاملاه على السخن. طيب كده كده انتي رغايه ومعرفناش حطيتي كيلو لبن وعليه ميه سلق المكرونه، 6 معالق دقيق، ملح وفلفل اسمر، و7 بهارات، توم باودر وبصل باودر، وكمان هحط سمنه، معلقتين سمنه كبار كده. كل ده كده على البارد. نقول تاني احفظي بقى. كيلو لبن وعليه 3 كوبايات ميه سلق المكرونه، 6 معالق دقيق ومعلقتين سمنه. تمام. ملح وفلفل اسمر، توم باودر وبصل باودر، وكمان 7 بهارات.
وهنقلب كل ده كده على البارد. طيب انتي ظروفك سامحه بقى والدنيا كويسه، حطي بقى جبنه موتزاريلا، حابه تحطي كريم شانتيه ايه يا جاد اسمها ايه بتاعه التانية دي، كريمه لباني، الحاجات دي. بس احنا زمان ايام ماما كنا بنعملها كده، كانت لسه بقى الحاجات التفاصيل الجديده والاختراعات دي ما طلعتش، فهو كان الاكل بسيط، كنا بس بنحط ملح وفلفل اسمر ونعمل الاكل كده ببساطه. نرجع تاني بقى للعصاج. انا ببتدي كده بالشوكه ان انا افرفط اللحمه من بعضها عشان ما تطلعش معاكي مكلكعه في صينيه المكرونه. وبعد كده بحط بقى الحاجات بتاعتي اللي هي ملح وفلفل اسمر، وبرده هحط 7 بهارات وتوم باودر وبصل باودر. طبعا برضو زمان ما كانش فيه توم باودر وبصل باودر، ماما كانت بتحط ملح وفلفل اسمر بس. كان الحاجات دي طلعت يعني لما طلعت كنت انا تقريبا في اعدادي فنحطها طالما موجوده في البيت يعني. هنقلب بقى تقلبتين كده زي ما انتوا شايفين كده. عايزه اقول لكم الطريقه دي بتطلع طعم المكرونه حلوه جدا، بتطلع جوسي كده، وانا من الناس اللي بحب اكل البشاميل كده ايه سخن مولع كده. يلا وانتي بتسمعيني كده حطي الكومنت عشان تفرحيني وتقوليلي انتي من انو بلد عشان ارحب بيكم. بعد كده هحط بقى ايه فصين توم مفرومين كده، وهقلب كده ايه اللحمه كويس جدا فيهم. طبعا التوم المفروم مع العصاج بيطلع طعمه تحفه، بيدي نكهه كده وتست حلو جدا. هسيب بقى اللحمه دي كده لحد ما تستوي ونرجع تاني عشان نقلب البشاميل بتاعنا. تمام. طبعا شايفين وشي بيلمع ازاي، انا كنت بطلع كتاكيت جو كان حر جدا. هنا بقى دي التركايه بتاعت ماما، بعد ما البشاميل بيستوي وبتطفي النار، البشاميل خلاص تقل واستوى وطفيتي النار، بيضايه بتضربيها بملح وفلفل اسمر وتنزلي بيها واحده واحده، ايد بتقلب وايد بتنزل عشان البيض ما يستويش منك في البشاميل. في حد يحط بيض في البشاميل يا جاده؟ والله يا جماعه بيطلع تحفه. دي طريقه ماما قبل ما يبقى في حاجه اسمها جبنه موتزاريلا نحطها على وش المكرونه، كانت ماما تحط بيض جوه البشاميل كده، وهتشوفوا دلوقتي وش صينيه المكرونه عامل ازاي من غير ما احط جبنه ومن غير اي حاجه. في ناس ما بتحطش ولا ده ولا ده والوش بيحمر، بس انا بقول لكم الطريقه يعني اللي احنا كنا بنعملها في البيت عندنا، وكان بصراحه يعني كانت ماما مشهوره قوي بيها في العزومات، وكانوا كل ما يجوا يقولوا لها لا احنا عايزين الصينيه بتاعتك. هنا بقى انا بحط 3-4 معالق بشاميل على المكرونه كلها وبقلبها كويس عشان تبقى كل مكرونايه متغلفه في البشاميل. والصينيه اللي هعمل فيها المكرونه بقى ايه بحط فيها بشاميل كده في الارضيه بتاعتها. تمام كده. هنزل بقى بنص كميه المكرونه كده في الصينيه من تحت وايه وهفردها بقى. هنفرد كده كويس جدا. يلا بقى ايه ما تكسليش في الحر كده، لو اولادك نفسهم ياكلوا مكرونه بالبشاميل افتحي شباك المطبخ وافتحي الشفاط زي ما انا عملت كده واقعدي استغفري ربنا عشان الموضوع في الحر بيكون صعب بصراحه. هننزل بقى هنا بالعصاك كده نفرده كويس جدا. على فكره مش شرط تستخدمي نص مفروم، ممكن تجيبي ربع بس، كل واحده حسب ظروفها، وطبعا تقدري تكتري لو انت هتعملي لافراد اسره اكتر يعني. تمام. هنفرد بقى كويس جدا اللحمه كده، وبعد كده بننزل ببقيه المكرونه. التركات بقى ديت لما انت تحطي البشاميل كده على المكرونه بتدي تست حلو جدا جدا. وكمان ميه سلق المكرونه اللي حطيناها زي ما قلتلك دي الطريقه التقليديه، حابه تجودي تحطي جبنه موتزاريلا، تحطي كريمه لباني، عندك قشطه عايزه تحطيها، مفيش اي مشكله. انا بدي الطريقه البسيطه اللي تقدر كل ست بيت اي عندها او ما عندهاش تعملها، واللي قادره تعمل اكتر مفيش مشكله تزود حسب امكانياتها. بعد كده بنزل كده بالبشاميل فوق الوش. هنا بقول لكم هاخد الصوره مصغره وهرجع اهم حاجه عندي الصوره المصغره ديت، لو خلصت الفيديو ما خدتش الصوره المصغره بص ما اقولكوش بقى. طب هحط ايه والصوره المصغره والعنوان اهم حاجتين في الفيديو. الناس اللي بتسالني يعني يا جاده الفيديو ايه اهم حاجه فيه؟ الصوره المصغره والعنوان. لو لفتي الناس بالعنوان والصوره المصغره الناس بتتفرج على الفيديو. اهم حاجه ان العنوان ما يكونش ملوش علاقه بالمحتوى،
لان ده اصلا انت بتعملي بتدلي الجمهور والمتابع، ومع الوقت هيطفشوا منك مش هيتفرجوا عليكي تاني، هيعرفوا ان انت بتحوري وبتكدبي عليهم. هنا بقى بدخل صينيه المكرونه دي في الرف الوسطاني في الفرن على درجه حراره 180 لحد ما بتطلع، بصوا، ولا بقى موتزاريلا ولا جبنه ولا اي حاجه، اللون ده كله كده من البيض اللي احنا حاطينه. لو انت حسيتيها ان هي ما احمرتش ولعي عليها الشوايه. طبعا انا بقطعها وهي سخنه مولعه. عايزه الخرطه تطلع بخرطتها، هتستني لما تبرد خالص وتقطعيها، هتطلع معاكي قطعه جاتوه. هتعملي زي حالتي كده هتبوظيها طبعا عشان تاكليها سخنه، هتطلع معاكي نجرسكو في نفسها. وانا ما بعرفش اكلها غير كده، يعني لازم اكلها تبقى طالعه من الفرن على بقي على طول. اكتبوا لي بقى في الكومنتات تحت مين بتحب المكرونه قطعه واحده ومين بتحبها جوسي كده زيي. هستنى كومنتاتكم عشان اعرف. اتمنى يكون الفيديو بتاع النهارده عجبكم. ما تنسوش تسيبولي الكومنت واللايك والشير علشان بيساعدني جدا، ودعوة جميلة كده منكم من القلب ليا ان ربنا يكرمني. اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.